نحكي على بطولة عالم، نحكي على بطولة افريقيا، نحكي على البطولة العربية، يظل الاجواء هذه مهمة جدا. ومن بعد نحكي ايضا مش نسألوا بعض الاسئلة خاصة على المنتخب اللي مش يمشي يلعب بالبطولة العربية، هل فما منتخب باش يلعب بطولة عربية ومنتخب باش يلعب بطولة افريقية، والمباريات الودية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. عقليه في زوج مقابلات هذوما والليتا ديسبري اللي شفناهم في زوج مقابلات هذوما رغم ترشح المنتخب التونسي لكاس العالم، هي هذيك هي الموتور بتاعنا، هي اللوكوموتيف بتاعنا اللي مش تخلينا ان شاء الله يعني نكونوا مركزين في كاس العرب، في كاس افريقيا وفي كاس العالم ان شاء الله، وتكون تحضيراتنا تكون ممتازه. بالنسبه للمجموعه اللي باش تشارك فيها، هذا هو برشا يتسائلوا اليوم حمادي، برشا اقاويل، برشا تصريحات، برشا اللي يستسال لوباج كل يحكيوا فما منتخب للبطوله العربيه ومنتخب للبطوله الافريقيه، والا منتخب واحد مش يشارك في البطوله العربيه يمشي بعد البطوله الافريقيه، كيفاش باش يتصرف الاطار الفني؟ خاصه زاد علاش يتسائلوا العباد، لانه يعرفوا اللي الجرين تاع يعني الفتره نتاع البطوله العربيه فما بطولات ما تنجمش تاخذ منها المعبيه نتاعك، يعني كيفاش باش يتصرف الاطار الفني والمنتخب في الحاله هذه؟ بالنسبه للمنتخب التونسي مش نلعبوا بالفريق الاساسي، لكن تعرف اللي برشا ملاعبيه ما نجموش نجيبوهم البطولات بتاعهم لالتزاماتهم مع الفرق بتاعهم وللقوانين زاده بتاع الفيفا، هذاك علاش مش نلعبوا بالفريق الاول، بالفريق اللي موجود على ذمتنا، وعملنا احنا معناها قائمه موسعه ب 52 ملاعبي، لكن اكيد في كاس العرب باش نكونوا 23 ملاعبي، دونك باش نمشيو بالفريق الاول بتاعنا. ومن بعد اوفير مزور ثم ملاعبيه اللي نجموا معناها ثم امكانيه انهم يلتحقوا بالمنتخب التونسي، وذاك علاش ان شاء الله نقعدوا في الكورسه، ان شاء الله نمشيو ابعد ما يمكن يعني في البطوله العربيه، وبالطبيعه ثم ملاعبيه مش تلتحق بينا غاديكا وتنجم تشارك وهي موجوده في الليسته الموسعه بتاع المنتخب التونسي. يعني مش يلتحقوا للبطوله قطر ومن بعد مش يمشيوا معاكم لكاس افريقيا وفي نفس الاطار حتى الملاعبيه اللي ما هماش موجودين يعني في القائمه الموسعه للبطوله العربيه اللي يكمل في البطوله بتاعه مش يجينا ان شاء الله لقطر ويستكمل التحضيرات بتاعه، ومش نبرمجوا حتى مقابله ولا زوج مقابلات وديه. مش نحكيو على المقابلات الوديه اللي ايضا تاكدت اليوم حسب المعلومات، اكد رسميا مباراه المنتخب البرازيلي، لكن مش نحكي معاك على بعض اللاعبيه، شكون اللاعبيه اللي كونفيرمي باش يكونوا معاكم من اول مباراه في البطوله العربيه؟ لا ما نحبش نسمي اللاعبيه، لكن لانه خاطر مازال ما ثم حتى شيء رسمي حتى على الدوريات. الدوليين طلبنا الفرق بتاعهم رسميا انهم يكونوا موجودين، خاصه اللاعبين اللي يلعبوا في روسيا، اللاعبين في اوكرانيا، بدون ما نسميوا اللاعبين باش ما نعطيوش يعني القائمه الموسعه، لكن ان شاء الله هذوما باش يكونوا موجودين، قاعدين متواصلين معاهم، متواصلين مع الفرق بتاعهم، هما زاد متواصلين مع الفرق بتاعهم، ابداوا الرغبه بتاعهم حتى اللي يثمم لاعبيه تلعب في البطوله. ثم متعدي الغندري تو نشوفوا فيه في الغندري عنده مقابله يوم 7، طلب من الفريق بتاعه انه يعني ما يكونش موجود نهار 7 ديسمبر، يحب يكمل نهار 29 نوفمبر باش يكون يعني موجود في القائمه بتاع المنتخب التونسي. شوف اللاعبين الكل بما فيهم الموجودين الكل حتى اللي يلعبوا في انديه كبيره الكلهم عندهم رغبه كبيره انهم يكونوا موجودين في المنتخب التونسي في البطوله العربيه وفي البطوله الافريقيه. دونك هذاك علاش مش نمشيو بمجموعه ومن بعد نحاولوا ندعموها ببعض اللاعبين ان شاء الله يعطيونا الاضافه، وان شاء الله نقعدوا مترشحين وان شاء الله نلعبوا النهائي وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله. واضح. على مستوى المباريات الوديه كوتش، اليوم سمعنا انه رسميا مباراه المنتخب البرازيلي تاكد هذا اكيد، تونس البرازيل اكيد مش تكون مباراه كبيره يظل المنتخب الوطني التونسي. صحيح مش تكون مقابله كبيره ضد منتخب البرازيل، وشكون ما يحبش يلعب ضد منتخب البرازيل. ان شاء الله نكونوا حاضرين المقابله هذه، ان شاء الله نشرفوا كره القدم التونسيه، الملاعبيه رغبه كبيره انهم يكونوا موجودين في المقابله هذه، انهم يشرفوا الدرب بتاعهم، وان شاء الله نشوفوا افيش كبير ان شاء الله نهار 18 نوفمبر ونكونوا فرحانين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. قبل البرازيل شو عندنا مباريات وديه؟ عندنا ضد الفريق الموريتاني، والفريق الموريتاني هذا مش يلعب بلينوكو، واحنا المقابله هذه مش تكون تحضيريه، هي المباراه التحضيريه الرسميه اللي مش يلعب بها المنتخب بالتشكيل الرسمي، بالتشكيل الرسمي اللي مش يلعبوا بها البطوله العربيه. بعد عندنا مقابله ضد المنتخب الاردني مهم جدا، هذا منتخب كبير، المنتخب الاردني منتخب كبير، وبنحاولوا زاد نعملوا مقابله كبيره، ومن بعد تجي مقابله البرازيل ان شاء الله، يعني نعدي مباراه كبيره ان شاء الله. يعني عندنا موريتانيا يا ربي، علاش لا منتخب كبير، عندنا موريتانيا الاردن ثم البرازيل. في سؤال اخير حمادي، يعني فيما يخص الفقره هذه نحب نحكي معك على اهداف المنتخب بالنسبه للبطوله العربيه واهداف المنتخب بالنسبه للبطوله الافريقيه. ما ثماش نقاش، المنتخب التونسي يلعب اول حاجه من اجل انتصار، احنا نقولوا فانكر يكون فانكر، معناها نحاولوا ننتصروا ونحاولوا نقنعوا بالطبيعه
بالنسبه للبطوله العربيه تعرف النسخه الاخيره المنتخب التونسي كان في النهائي، دونك باش نحاولوا بكل ما اوتينا من جهد، وذاك علاش عندنا الملاعبيه باش نمشيو ان شاء الله نفوزوا باللقب. لما لا يعني باش نمشيو باش نفوزوا باللقب. الهدف هو فوز باللقب بالطبيعه، ما نجموش نحكيو حاجه اخرى الا الفوز باللقب بالطبيعه. ومن بعد هذيك نحن نلوجوا على البيرفورمانس، نلوجوا نعملوا نتائج باهيه، ومن بعد النتيجه هذيك يعني في علم الغيب. نفس الشيء باش ندافعوا على حظوظنا ان شاء الله في كاس افريقيا، في يعني في كل التظاهرات نحاول نلعبوا للاخر، نلوجوا على البيرفورمانس، ومن بعد النتائج تجي بطبيعتها ان شاء الله. واضح. كلمه نبدا معك طارق، يلا. كما كان يحكي سي حمادي معناتها لي بروسيدور اللي عملوهم يعني بالنسبه للكيب وليكيب ابخي، معناتها برشا الشارع الرياضي كله يتسائل، حتى احنا تسائلنا قبل في دي زيميسيون كيفاش باش يعملوا، شكون باش يلعبوا الكوب دافريك والبطوله العربيه بيناتهم يعني مده قصيره. يظل سي حمادي جاوب الشارع الرياضي ومعناتها باش نلعبوا بالليكيب تيب، لكن انا حبيت انه يجرب في مقابله مصر، يجرب الفريق اللي باش يلعب ابخي باش ما نضيعوش وقت ونستدعيو معناتها 50 جوار، خاطر الوقت ضيق. كنت نحب معناتها انه المنتخب يلعب بالليست لارجي بالدوبلور لي جوار اللي يلعبوا في ليكيب كنت نحبذ انه يكونوا موجودين ضد مصر ونعملوا وجه مشرف قدام المنتخب المصري. واضح طبعا يجاوبك عليه حمادي اكيد السؤال هذا، يلا بعجاله خاطر ما عادش عندي باش نخرج. لكن كما قال سي حمادي بروسيدور صحيحه، وان شاء الله ان شاء الله نمشيو باش نحققوا اللقب ونعملوا بريستاسيون باهيه. واضح، ممتاز جدا. معز والله كل شيء يتقال مع عند سي حمادي. دونك عشنا الاكسبيرونس هذه في كوبا راب الاخر، نتفكر خلط الدراجه، خلط منصور طالبي، دونك هو اوتوماتيكمون نتصور فما 18 جوار 20 جوار باش يكونوا موجودين، تبقى يقعدوا يستناو اخر لحظه شكون الجوار تبغوا بلاس هذوك مثلا زاد ما نجمش يلعب كما هو قال تو في الماتش مصر وانت تلعب كاليفيكاسيون تاع كوب دافريك كوب دو موند باش تقمر. لو بلوز امبورتون هو اليوم مش عندي، دونك في الافكار معناتها ممتازه، ومعناتها يمكن الجوار اللي باش يجي في وسط يعرف كيفاش يستغلها، سواء كوبا راب ولا كوب دافريك. دونك تنجم حتى كوبا راب تكون راك ماكش في مخاخه باش تمشي كوب دافريك، تعمل بريستاسيون كبيره تقرا في كوب دافريك. واضح، مهم جدا هذا الكلام اللي تقال. يلا باش السؤال سي حمادي باش نرجع للماتش الاجابه شكون بعد الفصل الشهري زاد. توا الاردن وموريتانيا متفاهمين، كوب داراب كوب دافريك قراب لينا احنا في اللعب باش نشوفوه. البرازيل نتمنى يا رب ان شاء الله كاس العالم، لا سامحني ان شاء الله ما ان شاء الله خاطر بعده الكوب دافريك ان شاء الله ما نوصلوش معناتها ان شاء الله ما نخسروش بسكور كبير لا قدر الله. شنو اللي حضرتوه من الناحيه وراه التفكير المنتخب البرازيلي هو اللي طلب المباراه، خاطر ما وصلت لنا قبل كنت بسيشيك الوليدات الصغار ينجموا لا قدر الله ما نعرفش